السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال. معاكم رشا في المطبخ. يا ريت اللي بيشوف القناة لأول مرة ينزل تحت بسرعة يضغط على كلمة الاشتراك وفعلي زر الجرس عشان يوصلك اشعار بأي فيديو بنزله. ولو عجبتك الوصفة النهاردة ما تنسيش بقى تحطيلي اللايك بتاعك وتكتبيلي كده كومنت حلو ايه تشجعيني فيه. هنعمل بقى مع بعض النهاردة الكشري بقى المصري كده على اصوله. وكله في حلة واحدة، مش هيغلبك خالص وبسهولة وحلو جدا. يعني انا بفضل تعملي الكشري في البيت احسن بكتير من ان تجيبيه من بره كده زي ما انت شايفة بالجمال ده. هنسمي الله كده، بسم الله. معايا كده الحلة بتاعتنا على النار، ضفت فيها كده شوية من الزيت، معلقة كده من الزيت، ونزلت عليهم كده ايه بالثوم المفروم، وكمان قرن كده شطة حامي قطعته كده مكعبات صغيرة. هنزل كل ده كده في الزيت وهبتدي اقلب كده اول بس ما الريحة بتاعته كده تطلع. هو الكشري اصلا بيحب التوم، انا مش بعمله بالبصل، هو التوم واللي هو القرن الشطة الحار ده بيديله طعم وبخليه حلو جدا كده زي ما انت شايفة. يا دوب بس الريحة كده بتاعت التوم طلعت، نزلت عليهم كده بمعلقتين كبار كده من الخل، وكمان كده معلقة ملح ومعلقتين من الكزبرة الناعمة، ورشة من الفلفل الأسمر، ورشة من البابريكا، وكمان ايه رشة من الكمون. بس هي دي التوابل بتاعتنا بتاعت الكشري النهاردة. هنبتدي نقلب بقى كويس كده. انا عندي الكمية ديت هاخد منها كمية تانية كده في كسرونة كده صغيرة عشان هعمل بيها بقى ايه الدقة بتاعت الكشري. الدقة بتاعت الكشري يعني انا اخدت اهوت كمية يجي معلقتين كبار كده لوحدهم في كسرونة صغيرة، هنركنهم كده على جنب ونشوف هنعمل ايه دلوقتي. سبت يا دوب كده ايه التومه كده شربت من التوابل كده، وبعد كده بقى عندي طماطم نضفتها وضربتها كده في الخلاط ونزلت بيها بقى ايه على التومه بتاعتنا، وهسيبهم بقى يتسبكوا كده مع بعض كده تبقى الصلصه بتاعت الكشري. تاني خطوه معايا التومه اللي انا خدتها في الكسرونه على جنب دي هبتدي اضيف عليها كده نص كوبايه ميه، هضيف عليها معلقه زيت زيتون كبيره، وهضيف عليها عصير ليمونه عشان دي هتبقى الدقة بتاعتنا، وهضيف عليها كمان معلقة من الشطة. لو انت بتحبيه بقى سبايسي كده وحراق هتضيفي معلقة من الشطة، ما بتحبوش حراق وعندك ولادك يعني بتخافي دي ياكلوا الحاجة حراقة فمش هتضيفي الشطة خالص، هتستغنى عنها. هنسيبهم بقى كده على النار اديهم غلوة كده مع بعض، وبعد كده هنطفي عليهم وكده ايه الدقة بتاعت الكشري بتاعتنا جاهزة كده تمام. يعني احنا كده عملنا ايه الصلصة وعملنا الدقة كمان بتاعة الكشري. فانا بسهل عليك اهوت الخطوات عشان تعمليه بكل سهولة وفي ثواني. يعني في ناس ما بترضاش تعمله عشان خطواته كتيرة وبياخد غلبة كتيرة، لا النهاردة انا بعملهولك باسهل طريقة. هنا الصلصة بتاعتنا سايبينها بتتسبك. انا عندي بقى العدس ده اسمه عدس بجبة، انا خدته كده الصبح الساعة 6 كده بدري، نقعته كده في المية فبتلاقيه نفش كده معاكي. لازم تنقعيه لمدة ساعتين 3 كده عشان يبتدي ينفش معاكي بالشكل ده. وغسلته كويس وضفت عليه بقى مية وهسيبه على النار ياخد غلوة واحدة بس عشان يبقى مستوي زيادة معايا بالشكل اللي انت شايفاه ده. والحمص برضو نقعته ساعتين 3 كده في مية، برضو بدأ ينفش معايا اهو. هديله برضو غلوة واحدة على النار كده عشان يكون مستوي وجاهز معايا. لازم تكوني نقعاهم لمدة ساعتين 3. هسيبهم بقى ياخدوا غلوة كده على النار، وهروح بقى للبصل بتاعي. ممكن تعمليه بالمبشرة، ممكن تعمليه في الكبة، زي ما تحبي المتوافر عندك هتشتغلي بيه. انا اعمله هنا بالمبشرة اللي هي اللي بتعمل البطاطس الشيبسي دي. هبتدي ايه هبشر عليها البصل بتاعي، هعمله بالسكينة كده 4، وهبتدي بقى على المبشرة بتاعتنا وهبتدي ايه ابشره عشان يبقى شرايح كده ايه رقيقة. عشان هنحمره مع بعض في الزيت دلوقتي. المهم لو وصلت معايا هنا في الفيديو ما تنسيش بقى تحط اللايك بتاعك، ولو انت لسه بتشوفيني لأول مرة انزلي بسرعة اضغطي على كلمة الاشتراك وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني اشعار بأي فيديو بنزله. الكشري كل الناس بتعرف تعمله عادي، بس احنا يعني بنشجع بعض مش اكتر.
وكل واحد ليه طريقة، يعني كل واحد ليه طريقة في عمايل الوصفات بتاعته او عمايل الكشري او عمايل اي وصفة، بس في الاخر هو الطعم بيكون واحد يعني. كده ايه، ابتديت ابشر بقى كده 3 بصلات كبار معايا كده، بشرتهم بقت ايه حلقات كده، حلقات رقيقة كده زي ما انت شايفة. هبتدي بقى انزل عليهم كده بمعلقتين من النشا ليه بقى؟ عشان البصل ما يشربش معايا زيت، وكمان عشان يطلع بقى مقرمش معاكي كده زي اللي انت بتاكليه في الكشري بتاع المطاعم اللي بره. كده بالشكل ده معلقتين من النشا، وهقلبهم كويس كده في البصل بتاعي. كده ايه، خلصنا من البصل اهوت والدقة والصلصة والعدس والحمص. كده لحد دلوقتي تمام قوي، يا دوب اديت لهم غلوة واحدة بس عشان ما يستواش زيادة عن اللازم، وتبصي تلاقيه بقى بيفتح منك كده، يا دوب اديله غلوة واحدة بس. هنا بقى حطيت حلة كده على النار، وضفت فيها بقى مية وشوية ملح ومعلقة زيت عشان هسلق المكرونة بتاعتنا. انا هسلق كله في حلة واحدة، وهيطلع معاكي مفلفل وجميل جدا، مش لازم تعملي كل حاجة لوحدها. اول حاجة هنزل بيها اللي هي المكرونة الاسباجيتي، عشان هي بتاخد وقت طويل شوية في الايه، في السوا، فانا هنزل بها هي الاول، وبعد كده ايه يا دوب يعني دقيقة كده، وهتبتدي تنزلي بقى بالمكرونة القلم. اخر حاجة تنزلي بيها خالص المكرونة اللي هي الصغيرة، عشان هي مش بتاخد وقت في السلق كتير زي اللي هي الاسباجيتي والمكرونة القلم. كده هسيبها بس يا دوب دقيقة كده، وهنزل عليها بقى بالمكرونة القلم بتاعتنا كده. انا ما بعملش الكشري خالص برز ولا بشعرية، احنا بنحب ناكله كده بالمكرونات بس. فانت لو هتعمليه برز او شعرية، الاول هتحمري الشعرية في حلة، وبعد كده هتبتدي تنزلي عليهم بالرز وتسيبيهم كده يتسلقوا الاتنين مع بعض، وهتقدميهم بقى ايه مع المكرونة عادي خالص زي ما احنا شغالين كده بالظبط بنفس الطريقة. بس كل اللي هتعمليه هتحمري الشعرية وتسلقي معاها الرز بس، مش اكتر من كده. هسيبهم بقى كده يستووا معايا ويتسلقوا كويس جدا، وهبتدي بقى اصفيهم. مش هضيف لهم ميه بارده من الحنفيه خالص، انا هصفي بس يا دوب المكرونه من الميه بتاعتها. هنا بقى جنب كده جبت ايه الطاسه بتاعتنا، ضفت فيها كده مكعب من الزبده، وحطيت فيها كمان زيت، يعني مكعب زبده على زيت كده. وهبتدي انزل بقى بالبصله بتاعتنا نحمرها، ومكعب الزبده بس عشان بيدي للبصله طعم كده حلو. وهنحمر بقى الايه البصل جنبينا كده، والمكرونه بتتسلق جنبي، فكله كده في وقت واحد. فهتدوسي تلاقي نفسك خلصتي الكشري كله مع بعضه، مش هياخد منك وقت خالص. وهتطلع معانا المكرونه دلوقتي مفلفله وجميله من عاملاها في حله واحده. مش لازم تسلقي كل حاجه في حله لوحدها، زي ما انت شايفه اهو كل حاجه قدامك خطوه بخطوه. اهو صفيتها يا دوب بس من الميه، شايفين المكرونه مستويه جدا، ولا ملزقه ولا معجنه ولا اي حاجه خالص، زي ما انت شايفه اهو بالظبط قدامك، كل حاجه قدامك. كده بقى هحطها على النار بس جنب كده على نار هاديه خالص، على البصله بتاعتنا ما تكون اتحمرت. وخلاص كده الكشري بقى جاهز معايا، وهنبتدي بقى نقدمه. صراحة انا بحب الكشري جدا، يعني انا بحب اكل الكشري قوي، بس بعمله في البيت، عمري ما بشتريه خالص من بره. يعني انا دايما بحب اعمل الكشري في البيت عشان بتبقى ضامنه النظافه بتاعته اكتر، غير بقى اللي بيبقى في المطاعم بقى وعك وكلام من ده. فاحنا بنعمله في البيت نظافه لينا، حتى لو ولادك اكلوا منه تبقي ضامنه نظافته. جبت بقى الطبق اللي هنقدم فيه كده، ضفت بقى المكرونه بتاعتنا بالشكل ده كلها كده لخبطتها ببعضها. هبتدي بقى انزل بالعدس اللي بجبه كده في الجنب، لو حابه تضيفيهم كلك وتقلبيهم في بعض عادي براحتك، بقى التقديم ده براحتك زي انت ما تحبي وزي ما انت ايه عايزه. وهنزل بقى بالحمص كده، والصلصه بتاعتنا كمان كانت اتسبكت بقى واحمرت، وبقى شكلها كده ولونها حلو كده وجميل، وريحتها كانت حلوه قوي، والكشري كانت ريحته كده ماليه البيت. فحاجة كده ايه يعني فاخر من الاخر. المهم ما تنسيش تحطي لي اللايك واشتركي عندي في القناة. كده نزلت بقى بالصلصة بتاعتنا، وهنزل كمان بقى بالبصل بتاعنا، كان اتحمر كده وكان مقرمش وجميل زي ما انت شايفة. احلى بقى طبق كشري ممكن تاكليه، وتضيفي بقى الدقة بتاعتك براحتك، وتاكليه سبايسي كده حراق حلو جدا.
كده الفيديو بتاعنا خلص كده. يا رب تكون استفدت منه بأي حاجة. احنا بنشجع بعض بس مش اكتر. المهم بقى ما تنسيش تعملي اللايك وتشترك عندي في القناة